ويحل. أنزل كتابه فبين حجته، وأرسل رسوله فبلغ رسالته، وهدى المؤمنين فأتم نعمته، فله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده على مر الليالي والأيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإنه بدر التمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذه وقفة مع سورة من سور القرآن الكريم. والقرآن الكريم منهج حياة المسلمين، فيه عزهم وفيه شرفهم، وهو بالنسبة لهم النور والضياء والري والغذاء والدواء والشفاء. فيه أخبار وقصص، فيه أمثال وعظات، فيه أوامر ونواهي، فيه شرح وتفصيل لكل ما يجري في هذه الحياة الدنيا ولكل ما سيكون في الحياة الآخرة. فمن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم. وقفة مع سورة العنكبوت. سورة العنكبوت سورة مكية، وهي من أواخر السور المكية نزولا، فترتيبها من حيث النزول في المرتبة 85. تأتي بعدها سورة المطففين في المرتبة 86 كآخر سورة مكية. سورة العنكبوت ترتيبها في المصحف الشريف من حيث التوقيف والتلاوة في المرتبة 29 بعد سورة القصص وقبل سورة الروم. أما من حيث ترتيب النزول فقد نزلت بعد الروم وقبل سورة المطففين. هذه السورة آياتها 69 آية، كلماتها 980 كلمة، حروفها 4150 حرفا. وهذا العد والإحصاء للآيات والكلمات والحروف ليس من عندياتنا، من بركة العلم أن ينسب القول إلى قائله وأن ينسب الفعل إلى فاعله، بل هو جهد طيب مشكور وعمل صالح مبرور قام به علماء السلف عليهم سحائر الرحمة والرضوان، سهروا الليالي وقطعوا الأزمان في هذا العد والإحصاء والبيان لجميع سور القرآن. وقد يقول قائل أو يتساءل متسائل: ما الفائدة التي تعود علينا بهذا العد والإحصاء؟ لو كان هذا السؤال يتعلق بأي كتاب من سور القرآن الكريم لاتفقنا جميعا على قول واحد: إن هذا العد والإحصاء لأي كتاب سوى القرآن مضيعة للوقت. لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للقرآن الكريم، فقد ذكر أهل العلم في التفسير فائدتين لهذا العد والإحصاء. الفائدة الأولى إقامة الدليل والبرهان على حفظ الله تعالى لهذا القرآن سورة سورة، آية آية، كلمة كلمة، حرفا حرفا، مصداقا لقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومصداقا لقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم
كهزيم من حديد. سورة العنكبوت أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، ولا تزال السورة حتى الساعة وستظل بإذنه تعالى إلى قيام الساعة هي بآياتها 69، هي بكلماتها 980، هي بحروفها 4150. لو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا وحاولوا أن يزيدوا في آياتها آية أو في كلماتها كلمة أو في حروفها حرفا لما استطاعوا. وعلى العكس والنقيض والضد من ذلك، لو حاولوا أن ينقصوا من الآيات أو الكلمات أو الأحرف آية أو كلمة أو حرفا لما استطاعوا أيضا. والسبب في ذلك أن الله عز وجل هو الذي تولى بذاته المقدسة حفظ هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الفائدة الثانية من ذكر هذا العد والإحصاء تحريض أهل الإيمان على الإقبال على تلاوة القرآن، بل على الإكثار من تلاوة القرآن، لما أخبر به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومعنى ذلك أنك أخي المسلم إذا قرأت هذه السورة وقراءتها لا تستغرق منك أكثر من ربع ساعة، فإنه يسجل لك في صحيفة أعمالك 41,000 حسنة وزيادة 500. من أين لنا بمعرفة هذا العدد؟ لما عرفنا أن عدد حروف السورة 4150 حرفا. سورة العنكبوت واحدة من 29 سورة في المصحف الشريف افتتح الله عز وجل بالحروف المقطعة، وهذا أكبر عدد من السور افتتح بطريقة ما. الحق تبارك وتعالى افتتح سور القرآن الكريم ب10 طرق مختلفة من باب التنويع والتشويق والإثارة. أكثر سور القرآن 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة، وسورة العنكبوت واحدة من هذه السور. وجميع السور التي افتتحت بالحروف المقطعة فيها إشارة إلى القرآن الكريم. في سورة البقرة يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي سورة آل عمران يقول تعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وهكذا في سورة صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد. ما عدا 3 سور العنكبوت إحدى هذه السور الثلاث فلم يذكر بعد الحروف المقطعة القرآن الكريم، وهي سورة مريم والعنكبوت والروم. لكن ذكر في هذه السور ما يتعلق بالقرآن الكريم. ففي سورة مريم جاء ذكر ولادة يحيى وولادة عيسى عليهما السلام، وهذا أمر لم تذكر تفاصيله إلا في القرآن الكريم. وفي سورة العنكبوت جاء ذكر الفتنة لكل مؤمن ولمن سبق، وهذا أمر لم يأتي خبره وتفصيله إلا في القرآن الكريم. وفي سورة الروم جاء الإخبار بأمر غيبي سيحدث في المستقبل، وهو انتصار الروم على الفرس في نفس اليوم الذي انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر. سوف نقف عند 11 آية، وهي الآيات 11 الأول من هذه السورة، والتي يقول فيها الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. سورة العنكبوت سميت بهذا الاسم لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها كلمة العنكبوت في الآية 41 والتي يقول فيها رب العالمين عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. سورة العنكبوت بدايتها تتسق تماما مع نهايتها وهكذا جميع سور القرآن. فآخر آية فيها وهي الآية 69 يقول فيها ربنا عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وهي تتسق تماما مع السورة السابقة لها في ترتيب المصحف وهي سورة القصص. فقد ذكر الله عز وجل في سورة القصص نوعين من أنواع الفتن والابتلاء. النوع الأول فتنة الابتلاء في الدين فذكر ما جرى لموسى عليه السلام ولمن آمن معه في تجاه فرعون وملئه وذكر في نهاية السورة فتنة المال وذكر قارون كمثال واضح لمن فتن بهذه الفتنة. والفتنة في لغة العرب معناها الابتلاء والاختبار والامتحان. الحق تبارك وتعالى يمتحن أهل الإيمان أهم صادقون أم هي دعوة كاذبة؟ وليس بالضرورة أن تكون الفتنة في كل حين بالشدة والبلاء والعذاب بل إن الفتنة كثيرا ما تكون بالنعمة والرخاء بالعلم بالنجاح بالتفوق بالقوة. فكل هذا يكشف عن المعدن الحقيقي للمؤمن للصادق للكاذب للمنافق. ولذلك يقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الاستفهام الإنكاري هل يعتقد الناس أن مجرد أن تقول بلسانك أنا مؤمن انتهت القضية وأغلق الملف؟ لو كان الأمر كذلك لكان من السهل على كفار مكة أن يفعلوا ذلك لكنهم كانوا يفهمون وكانوا يعرفون أن الإيمان ليس مجرد كلمات تتلمس بها الألسنة وتتمكن بها الشفاء وإنما قضية ابتلاء واختبار. لأن الله عز وجل لم يجعل الحياة الدنيا خلودا وإنما هي مرحلة انتقال إلى حياة خالدة إما في نعيم الله لأهل الإيمان وإما في جحيم جهنم لأهل الكفران. هذه هي الحياة الحقيقية وقد ذكر في السورة هذا الأمر فقال تعالى في الآية 64 في أواخر هذه السورة وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الحقيقية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ذكر الله عز وجل في هذه السورة جزاء المؤمنين الصادقين الذين يعملون الصالحات في 3 آيات. في الآية 7 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. السيئة بواحدة وقد يعفو الله ويصفح. الحسنة ب10 أمثالها أو ب700 ضعف أو بأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. في الآية 9 قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين يدخلهم الله مدخلا حسنا
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وفي الآية 58 للمرة الثالثة يقول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وبعدها في الآية 59 يذكر لنا أهم صفتين لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا على الإيذاء، صبروا على البلاء، صبروا في وقت الشدة واللهواء، لأن المسألة ليست مسألة سراء فقط أبدا. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من اختبار وابتلاء، وهذه سنة من سنن الله في المجتمعات. لا بد من ابتلاء واختبار وامتحان لتمييز الصادق من الكاذب. ولقد فتنا الذين من قبلهم. وسنن الله عز وجل تنقسم إلى نوعين: سنن كونية وسنن اجتماعية. السنن الاجتماعية أو ما يجري في المجتمعات لا تبديل فيها ولا تغيير، ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تغييرا. ما جرى على السابقين لا بد أن يجري على اللاحقين. واقرأوا القرآن الكريم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما تعرض له من إيذاء وآلام هو وأصحابه الكرام في يوم أحد، في سرية الرجيع، في سرية بئر معونة، في كثير من المواطن والمواقف مع الكافرين. سنة الله الاجتماعية لا تتغير ولا تتبدل، أما سنن الله الكونية فقد يبدلها الله ويغيرها. النار تحرق، لكن هذه السنة تحولت حيال إبراهيم فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الماء يطرق والبحر لا يمكن أن يخوضه الإنسان، لكن هذه السنة الكونية تغيرت بإذن الله لموسى عليه السلام. الماء لا يخرج من أصابع إنسان، بل إذا جرحت يخرج منها دماء، ولكن الماء خرج من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة متواترة خطأ لهذه السنة الكونية. الميت لا يقوم إلا إذا قامت القيامة، لكن أقام الله الموت لعيسى بن مريم عليه السلام. إذا سنن الله الكونية إذا شاء الله تتغير وتتبدل، أما سنن الله الاجتماعية فلا تغيير لها ولا تبديل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. لما يا رب؟ ما الحكمة؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لأن الناس تختلف اختلافا بينا في وقت الشد، في وقت الرخاء، في وقت السراء الكل يقول أنا مؤمن، أنا كذا وكذا، ويدعي ما ليس له. أما إذا جاءت الشدة وجاءت الضراء فهنا يتبين الصدق من الكذب. ثم قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هل يعتقد الذين يفسدون في الأرض بعمل السيئات، والسيئات نضع فوقها خطوطا كثيرة يدخل فيها كل منكر: القتل من السيئات، السرقة، الإفساد، الزنا، الظلم، البغي، كل هذا يدخل تحت عمل السيئات. هل يعتقد
هؤلاء أنهم سيفلتون من عقاب الله عاجلا أم آجلا، لو كانوا يعتقدون ذلك فلا شك أن هذا يرجع إلى ضعف في عقولهم وإلى نقص في فهمهم. هل هناك أحد يستطيع أن يفلت من قبضة الله عز وجل؟ هل يتخذ نفقا في الأرض أم سلما في السماء؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه وأمره بعد الكاف والنون. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء، هذا حكم باطل. ثم التفت إلى الصنف الآخر، إلى أهل الإيمان، فقال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بمقتضى هذه الآية ينقسم الناس في هذه الدنيا إلى قسمين: أهل الإيمان والصدق غاية أمانيهم أن يلقوا الله وهو راض عنهم، فالله عز وجل يبشرهم بأن إشارة لقاء الله الموت أيا كانت طريقته. تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. فالذين يرجون لقاء الله لأنهم أحبوا الله عز وجل وعاشوا في الدنيا طائعين لله ملتزمين بأوامره مجتنبين لنواهيه وزواجره، فإن الله يبشرهم بأن لقاء الله يأتي بعد الموت وهو السميع العليم تبارك وتعالى وعز وجل. على العكس والنقيض نجد أن معظم الناس إنما يتساقطون في وقت الفتنة ويفرون لأنهم يتشبثون بالحياة الدنيا. يريد الواحد منهم أن يكون عاملا في نفسه، يأكل ويشرب وينكح ويتناسل ويذهب إلى عمله ولا يهمه شيء. فهؤلاء فضحهم الله عز وجل فقال في أواخر السورة: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فدل على جهلهم وغفلتهم أنهم يريدون أمنا كاذبا، أن يؤمن لك في حياة قصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يجاوز ذلك، ثم بعد الموت تأتي الآخرة، فإما خلود في جنة الله وإما خلود في نار الله ولا يظلم ربك أحدا. لذلك قال تعالى بعدها: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الرجل ليجاهد في سبيل الله وما ضرب بسيف طيلة عمره. ليست المجاهدة في حمل السيوف فقط وقتال الأعداء، وإنما في الصبر على الشدة واللأواء، في أن تكون طائعا لرب الأرض والسماء، في أن لا تخشى في الله لومة لائم، في أن تكون الحق ولو كان على نفسك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ليس لأحد آخر. لو كان أهل الدنيا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد الله في ملكه، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وعلى العكس والنقيض، لو كان أهل الدنيا على أبدل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ثم بدأت الآيات تشرح لنا البشريات لأهل الإيمان والثبات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم ذكر بعدها الوصية للوالدين. وهنا قد يتعجب الإنسان ويقول: ما دخل هذه الآية الثانية في هذه الآيات 11؟ لأول وهلة تظن أنه انتقل نقل بعيد حينما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية كما ذكر المفسرون نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما آمن واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، حلفت أمه ونذرت ألا تأكل طعاما ولا شرابا حتى يرجع الدين، فأبى واستمر، حتى أنهم كانوا
إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، أي فتحوه بعود. فمعنى الآية كما يقول المفسرون أنك في أثناء الفتن وفي أثناء المحن قد يشفق عليك أبوك أو تشفق عليك أمك وتقول اترك هذا الطريق، أخاف عليك. فالله عز وجل يقول لك طاعته أولى من طاعة الأب والأم، فاثبت على ما أنت عليه من الحق. لكن ليس معنى ذلك أن تجفو الوالدين، لا، عليك أن تحسن إليهما، فقد أوصاك الله تعالى بهما، بشرط إذا دعاك الوالد أو الوالدة إلى البعد عن طريق الله فلا تطعهما. عند هنا تقف إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وعادت البشرى مرة ثانية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هل هناك بشرى أعظم وأكبر من هذا الفوز؟ أن يدخلك الله عز وجل في الصالحين. ثم يأتي قوله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله يعلم بما في صدور العالمين. صنف من الناس وهم المنافقون في حالة السراء وعدم المحن والابتلاء يقول أنا مؤمن، أنا كذا وكذا، يسلب على نفسه صفات وهو خالد منها تماما. فإذا أوذي في الله، ولاحظوا أنه لما ذكر السراء جعل صيغة الجمع، ومن الناس من يقول آمنا بالله، لم يقل آمنت بالله لأنه يدخل نفسه في جماعة المؤمنين. لكن في حالة الشدة، في حالة الابتلاء ذكره مفردا، فإذا أوذي في الله. وهذه طبيعة المنافق الجبان. وهذا يذكرني بقصة رجلين من الفلاحين كانا يعملان في الحقل، أحدهما شجاع والآخر جبان، فظهر لهما ثعبان فارتعد الجبان وأخذ يصرخ بأعلى صوته ثعبان ثعبان ثعبان. فقام الرجل الشجاع بدون أن يتكلم وحمل الفأس وقطع رأس الثعبان، فما كان من الجبان إلا أن حمل الثعبان الميت وأخذ يطوف به في البلدة ويخيف به الصبيان ويقول هجم علينا ثعبان فقتلناه. انظروا بصيغة الجمع، هجم علينا ثعبان فقتلناه، وهو الذي فر منه وخاف. أما الذي كان شجاعا فلم يتكلم. كذلك المؤمن وكذلك المنافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله أي إذا جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولاحظ أن الله عز وجل لم يسمي ما يقع من الظالمين لأهل الإيمان عذابا، وإنما سماه فتنة، لأن كلمة عذاب هذه كلمة كبيرة جدا لا يمكن أن يحققها إلا الله عز وجل. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أقصى ما يمكن أن ينالك أخي المسلم في الدنيا أقصى شيء أن تموت، أن تقتل، وبعد روح ارتقت إلى السماء وكانت في العلياء وتشفع في أهلها كما أخبر بذلك خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لكن في الآخرة أقصى ما يتمناه المعذبون أن يموتوا أبدا. يصل الواحد منهم النار الكبرى لا يموت فيها ولا يحيا. فأقصى ما يفعل بك في الدنيا هو غاية المعذبين في الآخرة. لذلك لم يسمي الله عز وجل ما يفعله الظالمون بأهل الإيمان عذابا لأنه أقل من ذلك، بل سماه فتنة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك. لو كان هناك نصر ونصر الله آت لا محالة، أفي الله شك، أفي الله شك، لكن لا تمكين إلا بعد ابتلاء. الإمام الشافعي رحمه الله سئل أيهما خير للإنسان أن يمكن أم أن يبتلى؟ فأجاب عليه رحمه الله إجابة سديدة، قال لن يمكن حتى يبتلى. هذه سنة من سنن الله في المجتمعات،
وقد ذكرت آنفا أن سنن الله في المجتمعات لا تتبدل ولا تتغير. لا بد أن نقدم قربانا لله عز وجل يدل على صدق إيماننا ويدل على أننا لسنا من المنافقين ولسنا من المتخاذلين ولسنا من الطالبين لرعاعة من الدنيا أو عرض زائل. فإن نعيم الجنة لا يقاس ولا يقارن بالآخرة أبدا. نعيم الجنة لا يقاس ولا يقارن بالدنيا أبدا. يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم يعني المساحة التي تحتلها العصا، متر أو متر ونصف في 10 سم. هذه المساحة القليلة من الجنة خير من الدنيا وما فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما قال بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن من يعرف ذلك؟ أهل الإيمان الصادق الذين يعلمون أن الحياة الدنيا لهو ولعب وأن الدار الآخرة هي الحيوان. لو كانوا يعلمون. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم. هذه طبيعة المنافقين. قد يقول قائل: إنه ربما في وقت الشدة نطق بكلمة الكفر أو حاد عن الطاعة وقلبه مطمئن بالإيمان كما فعل عمار بن ياسر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أبدا، لأن الله عز وجل زين الآية بقوله: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الله عز وجل يعلم السر والأخفى، يعلم المؤمن ويعلم المنافق ويعلم الذي في وقت الرخاء يظهر الإيمان ويقول أنا معكم، وفي وقت الشدة واللعواء والضراء ينحسر بعيدا. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم يقول تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وأن يعيذنا أن يكون أحد منا من المنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه ويقضي فلا راد لقضائه ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. سبحانه لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فخلاصة هذه الآيات 11 الأول من سورة العنكبوت أن الإيمان لا بد فيه من اختبار وابتلاء، وليس بالضرورة أن يكون يوما بالشدة والمحن والمصائب، بل كما ذكرت آنفا قد يكون الابتلاء والامتحان بالرخاء، فتنة السراء، بالمال، بالعلم، بالجاه، بالنجاح، بالقوة. ولنا في القرآن الكريم معتبر ثلث القرآن الكريم كما نعلم جعله الله تعالى قصصا. تكلم الله عز وجل والقرآن كلام الله بثلث القرآن قصص من قصص السابقين. لماذا؟ هل مجرد تسلية وقطع الوقت أم للعبرة والاعتبار والادكار؟ كثير من الأمم السابقة طغى في الأرض
الأرض وبغى وأفسد وظلم وقتل وعمل. فماذا كانت العاقبة؟ أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ذكرت لنا سورة تفصيلا لهذا، فذكرت ما حدث مع إبراهيم الخليل عليه السلام، وذكرت مع لوط وقومه عليه السلام، وذكرت ما حدث مع شعيب. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وصدهم الشيطان عن السبيل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. استمعوا إلى قول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا يسميه علماء البلاغة باللفظ والنشر. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مهلكهم جملة ذكرهم تفصيلا. أما قوم شعيب أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين، وأما قوم عاد فأرسل الله عليهم حاصبا، وأما قوم ثمود أخذتهم الصيحة، وأما قارون فخسف الله به وبداره الأرض، وأما فرعون وهامان فأغرقهم الله وما كان الله ليظلمهم. الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، لكن أي إنسان يظلم ويبغي ويفسد فلا بد أن تكون عاقبته هكذا. ومن ظن أنه يفلت من عقاب الله صغر أو كبر فلا شك أنه حصل خسرانا مبينا. في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله تعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع من دخل له من عذاب الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. ما معنى هذا الحديث؟ أي ذنب من الذنوب أخي المسلم من الممكن أن يعجل الله عقوبته للآخرة، لكن يستثنى من هذا ذنبان لا بد أن يعجل الله العقوبة لمن يقوم بهما في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ حتى لا يكون تعجيل العقوبة دافعا للإقبال على هذين الذنبين كثير من الناس. لكن إذا رأى الناس أن من أذنب واحدا من هذين الذنبين أن العقوبة معجلة يكون ذلك راجعا له. الذنب الأول قطيعة الرحم، ويدخل فيها دخولا أوليا عقوق الوالدين. من عق أباه أو عق أمه أو قطع رحمه لا بد أن يعاقب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. والذنب الثاني البغي الظلم. كل من ظلم وكل من أفسد وكل من بغى وكل من تجبر بقوته لا بد أن يذله الله وأن يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله عز وجل أن ينصر الحق وأهله وأن يخذل الباطل وجنده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء وشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود يا جبار السماوات إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ول هذه الأمة، اللهم ول أمر هذه الأمة خيارا ولا تولي أمورها شرارها. اللهم نجنا من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن ظلم الظالمين ومن نفاق المنافقين ومن عبث العابثين. اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستنصرك فأنت ربنا وأنت مولانا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم عجل بالفرج
وفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم تجاوز عما تعلم واهدنا السبيل الأقوم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك